السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة الريفيو عن منتجات خلصتها. هتكلم على كل منتج، هتكلم عنه هو حلو ولا وحش. بس قبل ما نتكلم عنه، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة هتكلم عليها اللي هو ايفا بادي سبلاش، اللي هو اسمه مسكي جاسمين. هو ده ريحته كويسه في الازازه، لكن لما بتيجي ترشيه على الجسم ريحته بتطير، ما بيقعدش. بالنسبه لي انا ما بيقعدش في الجسم، يمكن ساعه مثلا او ساعتين بالكتير وتلاقي الريحه اختفت. فريحته ما كانتش قويه بالنسبه لي، فكان بالنسبه لي الريحه دي مش هكررها تاني الصراحه، لان في روائح تانية من ايفا ريحتها احلى، فالنوعيه دي مش هكررها. بس هو كناس اللي هي بتحب الجاسمين مع المسك هيحبوها، يعني هي الريحه، بس هي ريحه مش وحشه، هي ريحه كانت حلوه. تاني حاجه خلي البوكس هنا. تاني حاجة اللي هو الغسول ده من ريبلين. الغسول ده كان حلو جدا للناس اللي بشرتها دهنية، والناس اللي هي فيها دهون وتنزل اللي هي بشرتها دهنية عامة، افرازات وكده. فهو حلو فيه اللي هو المكونات بتاعته كانت حلوة جدا. حلو الاول للحبوب، وحلو جدا للدهون، يعني بيشيل طبقة الدهون اللي على الوش. فبالنسبة لي ما كانش منشف لي الوش، كان بالنسبة لي كان حلو جدا. مش هكرره تاني، وبرده ده مش هكرره تاني لان انا عندي اوريدي غسولات تانية، فانا يعني بخلص حاجة اللي عندي وبعد كده بقى اجيب غسولات جديدة. تاني غسول اللي هتكلم عنه اللي هو فلوسليك. فلوسليك ده كنت جايباه من فترة، كنت مش فاكرة كان بكام، بس هو كان غالي يعني، كان فوق 200 جنيه. فهو حلو جدا وكل حاجة، بس في نفس الوقت الباكج نفسه بتاعته والضغطة بتاعته كانت شديدة قوي، وكان هو اصلا عبارة عن جل من جوه، فهو كان تقيل. ولما تضغطي على العبوة فبحس ان ايديا كلها بتتعب لما انزل منه البرودكت. فكان بالنسبة لي التقفيل نفسه والبتاع نفسه جودتها مش حلوة، لكن هو حلو. لكن انا اكرره تاني او كده لا، مش هنصح ان انا اكرره تاني. وفي كمان شوية يعني، في مثلا لغاية هنا، بس انا ايديا بتوجعني قوي من كتر ان انا بضغط عليه، فانا مش هكرره تاني الصراحة. رابع حاجة اللي هو ده السيرم ده من ايسانا. السيرم ده كان حلو جدا بالارجان، فعايزه اقول لكم ان هو كان بيطر الشعر وكان بيديله لمعه كده، كان حلوه. وفي نفس الوقت حلو جدا لجميع انواع الشعر سواء جاف او دهني. فانا بالنسبه لي كان شعري كان دهني، فانا بالنسبه لي كان حلو معايا. بس هو يبقى كويس جدا للشعر الناس اللي شعرها دهني اكتر عن اللي شعرها جاف. بس هو كسيرم حلو جدا جدا جدا. طب ايه الميزه بتاعته؟ هل بيطول ولا لا؟ ما حسيتش بطول الصراحه، بس حسيت بفرق النعومه شويه فيه، وحسيت بفرق اللمعان. فبالنسبه لي كان حلو جدا، من الحاجات اللي هكررها تاني. خامس منتج اللي هو ده من ناتشل. ده بالجوز الهند، لا من المكاميديا والروز ووتر. هو ده عبارة عن غسول ايدين. هو حلو جدا وكل حاجة، بس هو كان متهيألي دلوقتي وصل 100 او 100 وحاجة، مش فاكرة بالظبط، او ممكن اقل من 100. بس انا مش هكرره تاني لان انا عندي يعني انا بستخدم دلوقتي صابون، فاللي هو اللايف بوي بالنسبه لي كان حلو وحلو جدا. فحسيت ان هو يعني ان انا مش محتاجه ان انا اغسل ايديا بالهاند ووش. طب انا عندي صابون، ففكره توفير يعني، بدل ما ادفع هنا ادفعها في حاجه تاني. لكن هو كحلو جدا، والناس اللي هي بتحب الغسولات الايدين هاتوه حلو جدا. ريحته كانت حلوه، بس ما كانتش قويه قوي، يعني ريحته حلوه وجدا وحلوه قوي، بس ما كانتش قويه قوي. خامس منتج او سادس منتج اللي هو ده من كوزريكس، اللي هو التونر ده. التونر ده حلو قوي 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 للناس اللي بشرتها دهنيه، حلو للحبوب، حلو للاثار الحبوب، حلو جدا الناس اللي هي بشرتها دهنيه هاتوه. لكن التاني هعمل برضو مقارنة عن التاني عشان خاطر الناس ما تتلخبطش. بس انا من ده من لو انتوا عايزين حاجة حلوة تعالج الحبوب والحبوب اللي تحت الجلد، هاتوا اللي هو ده اللي هو AHA BHA ده. فهو حلو جدا للحبوب
وليه اثرها. فبالنسبه لي كان هو كان بيعالج اكتر من هو كان تونر، فكان حلو قوي قوي بالنسبه لي الصراحه. بعدين دي هتكلم عنها اللي هي لانينج. بصراحة ما كانتش قوية قوي للاستخدام، فانا بالنسبة لي كانت مرطب عادي يعني زي اي مرطب. هي الفرق بين الكوبي والاوريجينال ان هي الكوبي ما بتعملش اي حاجة، وده سألت ناس كتير عن الكوبي. انا معايا الاوريجينال ومعايا، بس الاوريجينال هو صغير، حجم صغير، بيعمل حلو قوي عن الكوبي او عن المضروب. فالحابب يجيبه ما يجيبش ان هو المضروب او ما يجيبش الكوبي بتاعه. هاتوا حاجه، لو انتوا قدرتوا تجيبوا الاصلي هاتوه او الاوريجينال هاتوه، لكن لو ما قدرتوش ما تجيبوش اصلا، ان هو هو ما يستاهلش اللي هو ادفع فيه 300 400 جنيه وهو اصلا كوبي في الاخر. انا عن نفسي مش هكرره تاني. هو انا كنت جايبه علبه للاسف برضو افتكرها ان هي اوريجينال، بس هي طلعت مضروبه، فللاسف مش هعرف ارجعها لان هي ليها كتير عندي، فهضطر ان انا استخدمها. بس دي بتقعد اكتر من حوالي سنه يعني، هتقعد معاكم. الناس اللي عايزه تجربها، والناس اللي هي عايزه حاجه مفيده وتكون معاها حلوه هاتوا اللي هي الاوريجينال. بالنسبه لي الاوريجينال احسن مليون مره من الكوبي. اخر حاجه اللي هتكلم عنها اللي هي باتر سول دي جانيرو. عايزه اقول لكم ترطيبها حلو قوي، بتدي كده نعومه في الجسم، في نفس الوقت بتدي ريحه ثبات حلوه قوي 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 قوي. ريحتها في العبوه زي ريحتها على بشرتك الاتنين. كنت بحطها في جميع انواع في جميع الجسم، سواء كل الجسم يعني، من ورا قدام كله يعني، الرجلين بقى، الظهر، البطن، الدراعات، المؤخرة، كله كنت بستخدمها اللي هي دي. فكانت بالنسبة لي كانت حلوة قوي، وفي نفس الوقت بتدي ريحة حلوة للجسم بعد الشاور. فكان بالنسبة لي كان اختراع حلو. بس هي طبعا هتثبت اكتر من كده لو انتوا استخدمتوا نفس الميست بتاعها او البادي سبلاش بتاعها، نفس الريحه بتاعته هتبقى ثابته طبعا اكتر من البادي باتر او الكريم وحده. فبالنسبه لي كانت تجربه حلوه، وانا معايا الكبير اصلا، فكان بصراحه تحفه ويستاهل. دي كانت حاجات خلصتها ورأيي فيها بكل صراحه. بس كده، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.